بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. جبت اوردر من نون. ده شكل الاوردر اللي جاي من نون اهو، بيجي بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. هنفتح كده ونشوف الاوردر. عبارة عن مايك بويا MM1 بلس. MM1 بلس ده شكل الاوردر. صراحة مش اول مرة اتعامل مع نون. نون شركة من الشركات المحترمة جدا، تبعت لك الاوردر بميعاد، وفي نظام كده وفي شغل تعامل كويس في نون. هنفتح بقى ونشوف الاوردر ده مع بعض. بسم الله. نون يا جماعه اهي في المايك بويا MM1. اللي عاجبني فيهم التغليف بتاعهم، حاجه يعني في البدايه كده حاجه مضاده للصدمات، عشان لو في صدمات او حاجه. ده يا جماعه المايك بويا MM1 بلس. ده يعتبر من افضل المايكات في المحتوى الصوتي، اللي هي بتمتاز بجودة الصوت والفلترة والعزل الصوتي بقى لو بتصور في الفلوجات والاماكن اللي هي الخارجية دي. ده الاوردر، تعالوا بينا نفتحه مع بعض. شكرا نون. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ده المايك يا جماعة اهو بويا MM1. شكل المايك ده فيه اللي هما بنين مدخل للصوت، لاين اوت، وسماعات. اللي عاجبني بقى في المايك ده لما اخترت انا المايك ده بقى فلتر الهواء، يعني منقي الصوت من الرياح. تمام. وايند فلتر، اسمه وايند فلتر. وايند فلتر ده لو انت بتصور في الجو الهواء، من ضمن الحلقات اللي كنا بنعملها كانت بتواجهنا مشكلة الهواء، تلاقي نفخ كده وهواء رياح شديدة كده في المايك، فما كانتش بتبقى حلوة. المايك ده بقى كده، ده وايند، ده عزل للرياح، وبالمنظر ده. هو ده المايك يا جماعة. ده شكل المايك. المايك اهو، مدخلين، مدخل سماعات ومدخل تاني للمايك نفسه. بيجي الستاند معاه طبعا. الستاند ده اللي بيثبت فوق الكاميرا، ومعاه وصلتين، وصلة للموبايل ووصلة للكاميرا، يعني بيوصل على الاتنين. ممكن تشتغل بيه على الكاميرا وممكن تشتغل بيه على الموبايل. وده الحامل الستاند بتاعه، ودي الحافظة. وده كان الاوردر بتاعنا بتاع نون. اوردر نون اللي جالنا النهارده كان بالشكل ده كده. هنركب مع بعض ونشوف. ده المايك. هو ده شكل المايك. مايك نون بالشكل ده، مايك بويا MM1 بلس. وبعد البحث عن موديلات MM1 ده، في مايك MM1 وفي مايك MM1 بلس زائد. اللي هو البلس ده موديل احدث طبعا، يعني تم التطوير فيه بشكل افضل من الوايند والحاجات دي كلها عشان خاطر الرياح والشغل ده. فده الشكل النهائي بتاع اوردر نون. ده كده الشكل النهائي. المدخلين دول، واحد للكاميرا وواحد للموبايل. وبصراحة يعني من افضل التجارب اللي جربتها في نون. هي قلنا دي مش اول مرة، اشتريت من نون قبل كده، وبصراحة الاوردرات بتيجي بشكل كامل وبشكل يعني زي ما بتطلب، زي ما بيجيلك الاوردر. ودي كانت تجربتي مع نون. وبصراحة يعني
حاجه كويسه قوي النون دي. بنصح كل الناس يعني تشوف التجربه وتجرب بنفسها نون ده. وهنجرب بقى المايك ده في حلقات مع بعضنا كده مره تانية. وشكرا لكم. ودلوقتي بقى ده الصوت بعد ما ركبت المايك على الكاميرا، وده اصبح الشكل النهائي. طبعا انا صورت الفيديو بمايك بويا، بس اللي هو ده مايك بويا اللي هو الشكل ده. لكن طبعا دلوقتي جبنا المايك اللي هو المايك زوم بويا ام 1 بلس. ده طبعا قلنا من شركة نون، وده الاوردر. هو ده نفس الصوت زي ما انتم شايفين، ده الصوت النهائي للمايك. ويعني لو عايزين نعمل لكم ريفيوهات عن حاجات تانية يا ريت تكلموني على قناة حياتنا اليوم على اليوتيوب. وشكرا ليكم، وتابعوني وسيب لي تعليق قول لي تجربتك ايه مع نون. حبايب قلبي عاملين ايه؟ ازيكم؟ كل سنة وحضراتكم بخير وطيبين، واتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل لكم حلقة جديدة عن مايك بويا ام 1 بلس. ده مايك بويا ام 1، ده الصوت النهائي طبعا بعد ما ركبت المايك. وده الصوت من غير بويا ام 1، ده صوت الكاميرا نفسها. فهنشوف مع بعض انه الفرق فيهم.